السلام عليكم. عايز اتكلم في موضوع السنة والشيعة والشيخ اللي دعا اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر الكامن فيها، اللي هو الدعاء اللي دعاه الشيخ يعني. أنا عايز بس أعرف حاجة. الشيعة فرحانين قوي إن في مصر تم الدعاء بهذه الصيغة، واعتبروها إنها صيغة تبع الشيعة. لا، أنتوا فاهمين غلط. يعني الناس اللي معتبرة إن ده تشيع وإن مصر بتتشيع، وإن أنتوا مش عارفين الشعب المصري كويس. الشعب المصري اللي عنده سنة ولا عنده شيعة، ولا يفهم يعني ايه اصلا شيعة. وحتى كلمة السنة هم مش فاهمينها برضو، عشان تبقوا عارفين. هم كل اللي عارفين هم مسلمين موحدين بالله، وبيصلوا وبيصوموا وبيزكوا، وان هم على سنة سيدنا محمد، يعني الصلوات والسنن والحاجات الجميلة بتاعت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. غير كده ما تحسبوش ان مصر بتتشيع ولا انها بتنتمي لطائفة بذاتها. مصر دولة لوحدها قائمة بذاتها. ايه هو ذاتها؟ ان هي ما عندهاش، يعني مصر بس فيها مسلمين مسيحيين، ده اللي نعرفه في مصر. غير كده بقى ان احنا نتقسم ونبقى سنة وشيعة، مفيش شيعة في مصر. وكلمة سنة برضو ما تعتبرش ان المصريين كلهم بيعتبروا نفسهم ان في سنة، عشان اصلا ما عندناش شيعة، فاحنا مسلمين. يعني احنا اصلا ما عندناش هنا في مصر شيعة، عشان كده احنا مسلمين. اما حكايه بقى مسلمين محسوبين على السنة، محسوبين على الشيعة، الكلام ده مش في دماغ اي حد في الشعب المصري خالص. احنا مسلمين بنحب بيت آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وبنحب سيدنا محمد، وبنحب الصحابة، وبنحترم امهات المسلمين زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وما بنشتمش حد، ما بنغلطش في حد من اصدقاء الرسول او صحابة الرسول، ولا حتى آل بيت الرسول ما بنغلطش فيهم، ولا بنسب ولا بنشتم. لان سيدنا محمد قال ليس منا سباب او لعان او بذيء. يعني احنا بنحاول نكون وسطيين. احنا ديننا في مصر دين الاسلام الوسطي، لا هو محسوب جامد على السنه ولا هو محسوب جامد على الشيعه. والكلام ده لو انت بصيت للطبقه العامه في مصر مش هتلاقي الكلام ده خالص. لو قلت له طب احنا سنه يعني ايه، هيقول لك احنا يعني على سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، متبعين لسنته. طب ما دي عادي، ما هو الشيعه برضه متبعين برضه لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي حاجات كتيره جدا مشتركه بيننا. ما عندناش الكلام اللي هو ايه، ان احنا يعني العصبيه على السنه، العصبيه على الشيعه. ما فيش في مصر الكلام ده. ولما الشيخ دعا بالدعاء ده عادي جدا، لما يدعي اي دعاء هو عايزه، وممكن يكون اصاب وممكن يكون مش يعني جنبه بعض الصواب فيه، بعد عنه ان هو ما عرفش مثلا ان دوت ممكن ناس تاخده بفكر معين زي الشيعة، او ناس تاخده بفكر معين زي اهلنا في الخليج. قال لك لا ده كده ازاي، دي رسالة ومش لا والله ابدا. احنا في مصر وسطيين، بنحب كل آل بيت الرسول، وبنحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومفيش في دماغنا الكلام ده. انا قلت بس اعرفكم عشان ما حدش يعمل فتنة بين المسلمين وبعضهم، وان ده محسوب على ده. لا، احنا ما عندناش الكلام ده. احنا مسلمين، وعندنا كل من قال لا اله الا الله محمد رسول الله فقد اسلم، فهو اخ لنا في الاسلام، نحبه ونجله ونعزه. وما الاسلام مش مطلوب منك غير حاجات بسيطه تعملها من اركان الاسلام، سهله جدا. تشهد ان لا اله الا الله، وتصوم رمضان، وتزكي وتحج، وكل اللي انت تعرفه ان هم 5 اركان الاسلام: شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، اقام الصلاه، ايتاء الزكاه، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع اليه سبيل. اللي يعمل ال5 حاجات دولت هو مسلم. مسلم دوت حرام عليك دمه وعرضه وماله وكل يعني. اظن دي حاجات بسيطه كلنا درسناها وعارفينها. فما تجوش انتوا بقى تعملوا لنا سنه وشيعه وناس تفرح وناس تحزن بالكلام اللي بيتقال. لا، عادي، ده كلام عادي. احنا مسلمين كلنا، واحنا بنحب بيت آل الرسول. انا قلت افهمكم بس عشان محدش يكبر الموضوع. ارجو تكون رسالتي وضحت. تحياتي ليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.